دير بالك تنشرين على الانستغرام صورك، ودير بالك تخلين صورك بالحاله مال واتساب، لا تقولي لي خاص ولا تقولي لي رقمي انا ما مطيته لحد، لا يصير بيك مثل ما صار بهاي البنيه. نصيحه من اخوك جاي انصحك لوجه الله تعالى، لان انت ما تعرفين النسوان شنو. يوم من الايام اكو بنيه متزوجه وعندها 4 جهال، وتحب رجلها وتغار عليه. رجلها من النوع الاجتماعي، يحب يفتح بث، ينشر، يعلق، يطب جروبات، يطب بثوث، المهم ولد اجتماعي، ولكن مرته تحبه وتغار عليه، ابو بيتها وحقها هذا. ولكن اكو مقوله تقول غيرة المرأة على الرجل تدخلها النار، وغيرة الرجل على المرأة تدخلها الجنة. الرجال اذا غار على مرته راد يسترها، راد يحافظ عليها، اما المرأة اذا غارت هجمت بيوت. حلو؟ هاي البنية سامعين المثل اللي يقول لاحظت برجيلها ولا اخذت سيد علي، وهجمت بيتها وبيت ابوها بسبب الغيرة. رجلها مثل ما قلت لكم هاي اجتماعي، ومرات يفتح بث او يدخل ببثوث ويسولف ويا العالم. وهاي المرة كل ما تلقى وحدة مراسلة رجلها تطب عليها، تغلط وتسب وتعد والصف. حلو؟ وتحضر البنية. ذاك اليوم شافت انه الموضوع زاد عن حده، يوميا داخله وحده على رجلها، قامت شو تسوي؟ قامت تاخذ سكرينات وتاخذ الحسابات وتدز المن لاخوها. اخوها عمره 15 سنه بسن مراهقه، قالت له هاك افتح انترنت بتليفونك، وهاك هاي الصور، وهاك هاي السكرينات، واريدك ذن تفضحهن وتخزيهن، واذا انت شاطر استفاد من عندهن. هسه هذا اخوها وهذا رجلها. المهم فاخوها بسن مراهقه قام يدخل على هالبنات هاي، يوميا داخل على وحده، انت هيج وانت هيج، وهاي صورك عندي، واذا ما تدفعي لي فلوس افضحك واخزيك، وانشر صورك على برامج التواصل الاجتماعي، منهن موظفات، منهن طالبات جامعه، منهن بنات بيوت، فكلهن ذني خافن. هذا الولد بدا يستفاد من ذني. وذاك اليوم طاح بوحده، هاي الوحده من نفتزها وقال صورك عندي وانا هيك اسوي بيك وهيك اسوي بيك. هاي البنيه روحي وين؟ روحي لاهلك وقولي لهم انه اكو شخص جاي يفتزني، واكو شخص جاي يهددني يعني، وهذا حسابه. قال له خير ان شاء الله. البنيه واثقه من نفسها انه فعلا هي دخلت على رجل هاي، ولكن ما عندها شيء. بس البنيه من النوع انه حساباتها كلها خاصه، فما يضيفها اي واحد ولا تستقبل اي واحد، ما عدا انه ضافت هذا الشخص لانه انسان محترم، ضافته بالانستغرام واخذت رقمه بالواتساب، ولكن كلام منا ما عندها، مجرد صديق. المهم هاي المرة عندها صديق تحرق الاخضر واليابس، اليوم كلمه باكر يصير احبك، عقبه يتزوجها. فقامت كل شيء تدز المن لاخوها، واخوها استغل الموقف، وذاك اليوم طاح بالشرع ماله، ومو كل مره تسلم الجره. الولد هذا هدد هاي البنيه تجيبي هالمراسلات وجيبي هالكلام وجيبي هالبصمات وطيهن المن لاخوك. بلغوا بيه الابتزاز الالكتروني. البنيه واثقه من نفسها ما عندها شيء. هاي المره شو مسويه؟ طابه على الانستغرام، شكو ستوري تنشره البنيه تاخذه بالجامعه وتدز المن لاخوها، شكو ستوري تنشره البنيه بالواتساب اللي ما يشوفونها بس اهلها وصديقاتها فقط. يعني انا ضايفك تشوفني، ما ضايفك ما عندك رقمي ما تشوف كل شيء عنه. المهم هاي المره قامت تجيب وتنشر، وهذا الولد يهدد. وصلوا الابتزاز الالكتروني، جابوا الولد. من جاب الولد انحجز، وبنفس الوقت عرفوا اهله منه، دزوا على اهله العشاير وفصلوا 25 مليون. الرجال هذا سمع انه مرته هي اللي وصلت اخوها لهذا الطريق، طيح بيها وطلقها وشمرها يم محلها. هسه المرة شنو اللي استفادتها من هاي الغيرة كلها؟ انه هددت بنات العالم. هسه ذنيك زينات مو زينات انا ما لي علاقة، اكو رب هو اللي يحاسب، والرجال زين مو زين هم اكو رب يحاسب.
ولكن انا جاي انصح لوجه الله تعالى بناتنا، خواتنا المتزوجات وبنات الكليه واي وحده تنشر على برامج التواصل الاجتماعي ستوريات او فشي وتقول ما حد يشوفني. خيتي العزيزه، ابنيتي، الله يحفظك ويبارك بيك. اكو بنات عندهن غيره، انت جميله تغار منك، احسن منها بالدراسه تغار منك، بنت عمك، بنت خالك، صديقتك، اي وحده بالدنيا اذا خلتك بعقلها ممكن تسوي لك مشكله. فانا اليوم اذا انا ما بي لوله وما بي فد شيء سلبي وسمعت طيبه، ليش اخلي فد نقطه باكر عقبه اتهدد من وراها، اللي هي صورك اذا كانت على سناب شات، واذا كانت على انستغرام، واذا كانت بالواتساب، واذا كانت باي مكان. انت منتظره واحد يقول لك انت جميله ولو طالعه اليوم خلي يشوفني وجها لوجه على عينه وعلى راسي، مو ولكن مالي يشوف صوري او فيديوهاتي يعني على برامج التواصل الاجتماعي وباكر عقبه اتهدد منهن وانا ما مسويه شيء. لا والله خو انت ادرى بمصلحتك، انا علي جاي انصحك لوجه الله تعالى. راح تقولين مجتمع جاهل، مجتمع غير مثقف، مجتمع كذا. لا اخوي، سمعة البنيه مثل القزازه. انا اليوم اخوك وانصحك وانت بعد بكيفك، لان انت ما مخلي شيء بجيبي، بس انا انصح لوجه الله تعالى، واللهم يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بناتنا وبناتكم بحق محمد وآل محمد. تحية حب واحترام وتقدير مني أنا مهند صالح، دمتم في رعاية الله وحفظه. كل يريد منك لايك، شارك هذا الفيديو، ولا تنسوا والدي من دعمكم، ولا تنسون تكتبون نصيحة للبنيات. في أمان الله.